ما غاديش نضيع لك وقت. ها كيفاش غادي تتوهج وتبدل من راسك في 2024. عارفك شتي هاد الفيديوهات من عندي، ولكن ما كيهمش شحال من مره حاولتي وفشلتي، اللي كيهم هو انك تبدا دابا. ستيب زيرو. شنو هي التوهج او لا جلو اب؟ كثرت عليه الهضره بزاف هاد الايام. ببساطه هي تبدل من راسك وتطور المظهر وتا الشخصيه ديالك، وخلي في بالك بلي هادشي ما ساهلش، وكان ساهل كون كلشي دارو. وانت دابا اللي كتشوف فيا كون راك طبقتي الهضره اللي قلت لك في الفيديوهات اللي دازو. داكشي علاش بغيتك هاد المره انك تعترف بلي هادشي صعيب، ولكن خاص تكون عندك العزيمه باش تطور من راسك وتبدل راسك. ستيب جوج. امن براسك وثق براسك. شنو الفائده انك تكون عندك واحد الطوموبيل واعره ولكن من الداخل ما خداماش، فرا نفس البلان ونفس الحاجه؟ شنو الفائده انك تبدا هذه الرحله ديال الجلو اب وتطور المظهر الخارجي ديالك ولكن انت من الداخل ما مامنش براسك وما تايقش في هذا الشيء؟ هذاك الشيء علاش ما تبقاش تقول انا ضعيف، انا كذا انا كذا. لا، ثق براسك، وهكا غادي يكون واحد التكامل بين المظهر الخارجي ديالك والثقه ديالك في راسك من الداخل. ستيب 3. استاتيك بادي. اهم نقطه في هذه الرحله بالنسبه ليك هي تغيير الجسم ديالك ويكون عندك واحد الجسم جمالي. عارفك سمعتي هذه الهضره بزاف ديال المرات من عندي، داكشي علاش ما غاديش نطول عليك فيها. ببساطه غادي نخلي لك بروغرام قديته وحطيته لك في صندوق الوصف، يعني ما تقوليش ما عرفت شنو نلعب اولا تعطيني شي اعذار. اما بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش نضخم ولا نشف، فعلى حسب الوزن ديالك دابا. الا كان ناقص فضخم، والا كان زايد فنشف. بالمناسبه درت فيديو كامل على التضخيم كنصحك تفرج فيه. والا كان عندك شي تساؤل او لا باغي تعرف اكثر على مساله بناء الجسم فخليها لي في كومونتيرات وغادي نديرو بزاف ديال الفيديوهات ان شاء الله. ستيب 4. جو لاين. اي واحد فينا عنده واحد جو لاين ولكن الدهون مخليانو ما يبان. سو الا حيدتي الدهون فغادي يكون عندك واحد جو لاين. جوج. ديما مدغمسكا غادي تكون في الجيم، هادشي غادي يخلي الجو لاين ديالك سترونغ وغادي يعاونو يبان اكثر. 3. ميوينغ. كيعطي نتائج ولكن على واحد المدى اللي بعيد، والحل سهل، هو انك ترد الميوينغ عاده. يعني مثلا تعمر ساعه على كل نهار باش انك دير الميوينغ. مهم واظب عليه لواحد المده كبيره وردو عاده باش تولف، وهكا غادي يبان عندك جو لاين. ستيب 5. النظافه والرائحه من اهم الامور اللي خاص تركز عليهم، خاصه البنات. حتى الا كان المظهر ديالك خايب ولا ما مزيانش ولكن الريحه زوينه فراه كتزيد من الجاذبيه ديالك. هاد النقطه داخلين فيها بزاف ديال النقط بحال نظافه الجسم، الفم، السنان، الشعر والريحه اللي كدير. ببساطه هاك الروتين اللي غادي ينفعك بزاف في هذه النقطه. اولا غسل الجسم ديالك اورغانيك بودي واش. غسل الجسم كامل وما تغفل على حتى منطقه، حتى منطقه، هكا غادي يبقى الجسم ديالك فريش النهار كامل. ثانيا الا كنتي كتريني فدوش ديما في لاصال، ولكن شعرك غادي تغسلو غير 2 مرات ولا 3 باش تحافظ على الزيوت الطبيعيه اللي كيكونوا فيه. وبالنسبه ليا ما غاديش نقدر نقول لك شي شامبوان او شي سميه بالضبط ديال شي شامبوان اللي غادي تنفعك، حيت كل واحد والمشاكل اللي عنده في شعره، كل واحد والتايب ديال الشعر ديالو. ولكن الا بغيتوني ندير فيديو كامل غير على الشعر وندويو على الشعر عامه فقولوا لي في كومونتيرات مرحبا. ثالث حاجه غسل سنانك 2 مرات في النهار، وحاول شي سنان تبدلها كل شهرين. واهم حاجه هي طريقه الغسيل، غير بشويه وبشكل دائري باش تفادى انك تجرح اللثه. اخر حاجه الريحه قبل ما تخرج من الدار، رش 2 رشات في عنقك ومور ودنيك ورشه في صدرك. هنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. الموضوع ديال الجلو اب موضوع كبير بزاف، ولا بان لي تفاعل فراه ضروري غنبقى ندير لكم فيديوهات جايين على الجلو اب، لا من الناحيه العقليه لا من الناحيه الشخصيه ولا من الناحيه الجسمانيه.